والله نفسي ابطل خوف، بس عارف اللي بيتحرق من مكوى فيبقى عنده خلفية وحشة فيخاف انه يجرب تاني فيتلسع، لانه فاكر الوجع اللي حس بيه. ساعتها اكتر حاجة خايفة منها اني احب، لان بحب بقلبي قوي وبروحي وكل اللي جوايا وبكل صدق. نفسي احب والاقي حد يحبني بجد، نكمل بعض مش على بعض. بس لما بسرح كده بلاقي صوت جوايا بيقول طب وبناتك غدر بيكي وما صانش العشرة. هل ممكن يجي واحد ما تربطنيش بيه غير المشاعر هيصوني ويحافظ على قلبي ويراعي ربنا فيا؟ بس برجع في التفكير واقول انا كده كويسة ومعايا بناتي، بس بناتي كبروا وهيتجوزوا في يوم من الايام وهعيش لوحدي. انا بخاف من الوحدة جدا. انا 45 سنة وبقالي 4 سنين منفصل، وتقدم لي فيها ناس كتير قوي وفرص ما ترفضهاش بنت، بس خايفة توجع قوي، خايفة اتعلق وبعدين يبعد عني. نفسي احب جدا، نفسي اعيش الاحساس ده، افتقدته، بس عقلي مدي قلب اشارة انه اقفلي بابك واوعي تحسي بحد، حافظي على نفسك كده احسن. مشكلة كل واحدة بتدخل في علاقة فاشلة وترجع تقول انا كده تمام، انا هقفل على حياتي كده، انا مش هدخل حد حياتي تاني. كل ده نتيجة عدم المعرفة بالعلاقات وعدم الوعي الكافي ازاي ادخل علاقة وازاي احافظ على نفسي فيها. عشان تدخلي علاقة يا ست الكل وتحافظي على نفسك فيها وما تتأذيش، خليكي متزنة في مشاعرك. بمعنى ايه؟ لا تحرمي نفسك مدة طويلة من العلاقات وبالتالي تلاقي نفسك زي الحالة دي بعد شوية اشتياقها يوم عن يوم وخوفها من الوحدة يوم عن يوم بيزيد. فدي في يوم من الأيام بتيجي تختار شخص غلط وبعدين تتعلق بيه نتيجة احتياجاتها ومخاوفها، وبالتالي يقدر هو هنا يتلاعب بيها وتتصدم في مشاعرها وتبقى أسوأ من الأول. طب هتقولي لي الحل ايه يا عم اسلام؟ يعني ادخل علاقة ولا ما ادخلش؟ لا ادخلي، بس خليكي متوازنة في علاقاتك. يعني بلاش نروح بمشاعرنا قوي زيادة وندي كتير قوي في العلاقة واحنا مش شايفين اللي قدامنا بيعمل كده. طيب هتقولي لي ما هو اللي قدامي كان في الاول كويس وكان بيديني كتير جدا وكان مهتم بيا جدا. ايوه، ولما بقى ما بقاش يهتم، لما هو قلل اهتمامه، انت عملتي ايه؟ انسحبتي؟ طب اتكلمتي؟ طب شفتي ليه ما بقاش يهتم؟ ولما ما اهتمش خدتي موقف قوي؟ عززتي نفسك؟ خليكي فاهمة حاجة، دايما العلاقات في اولها بيحصل فيها اللي بيسموه اللاف بامبنج، او يعني حماس المشاعر في الاول. فطبيعي انه اي حد ممكن في الاول يهتم، واي حد في الاول ممكن تبقى المشاعر حلوة وقوية، ولكن اللي بيأكد انه العلاقة بيكبر فيها الحب ولا لأ، او ان الشخص ده بيتسلى بيا ولا لأ، هو الاهتمام المستمر، انه الشخص مستمر في اهتمامه بيكي، وبالتالي انت هتبادليه الاهتمام بشكل متوازن. مش ان انت هو انسحب او قلل او بدأ يشوف غيرك وانت برضو عمالة توجديله الاعذار. الريد فلاجز او العلامات الحمراء اللي بتظهر بتنور لنا طريقنا وبتقول لنا انه في حاجة غلط في العلاقة واحنا بنتجاهلها، هو ده اللي بيخلينا نلبس في العلاقات. القهر اللي بيجيلك من العلاقة او العلاقة الفاشلة والندم اللي بيجيلك والزعل اللي بيجيلك نتيجة ان انت حاسة انك اديتي كتير قوي بس ما خدتيش مقابل. فده حسسك بان انت بقى عندك دونية او عدم استحقاق، لانه قلل من ثقتك من نفسك، لانك بقيتي حاسة ان انت ما تتقدريش، ما تستهليش. بس ده عشان انت عملتي كده، عشان من الاول ما كانش ليكي حدود. فخليكي متوازنة في العلاقة. ادخل العلاقة ايا كان هي عاملة ازاي، ايا كان الشخص عامل ازاي، طول ما هو بيبادلني مشاعر كويسة ببادله مشاعر كويسة، بيبادلني اهتمام ببادله اهتمام. هنا
حتى لو الشخص جه انسحب وبدون اسباب، وانا ما لقيتش اسباب كافيه ومقنعه جدا ان هو كان في سبب لانسحابه، هنا انا لازم اختفي من حياته. وبالتالي بالطريقه دي انا عمري ما في حد هيأذيني، ولا عمري هخاف اخش علاقه، لانك هتنسحبي في الوقت المناسب. من علامات تقديرك لنفسك وحبك لذاتك هو انك تعرفي امتى تاخدي قرار الانسحاب في الوقت المناسب. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ومستني اشوف تعليقاتكم على الكلام ده، ويا ترى انتوا بتعملوا كده ولا لا. حياة سوية مع اسلام انور، والسلام.